في أوائل الألفينات وقبل ظهور لينكدين وبيهانس بسنوات طويلة، كان المصمم يهاجر يومياً بين الشركات حاملاً ملف أعماله الورقي بحثاً عن فريسة نادرة تعرف باسم الوظيفة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم باسم الحسيني من بي ستوديو. اتكلمنا المرة اللي فاتت اللي احنا زمان ازاي كنا بنطور نفسنا وبنذاكر قبل اليوتيوب. المرة دي جاي اكلمكم اللي احنا ازاي كنا بنلاقي شغل قبل لينكد ان وبيهانس والمواقع دي. زمان كان قدامك حل من اتنين. يعني انا لما اتخرجت سنة 2004 ما كانش الا في طريقتين للبحث عن الشغل، وده من وجهة نظري. يعني الطريقة الأولى اللي أنت بتطبع السي في بتاعك وتنزل تتمشى كده وتروح تشوف الشركات وتلف تقدم في السيفيهات، أو الطريقة التانية اللي أنت تجيب جورنان من الجرايد الرسمية زي الأهرام والأخبار زمان يعني، وتجيب صفحة الوظائف الخالية وتبدأ تدور فيها. كان في أوبشن تاني من الحاجات دي، حاجة اسمها اليولو بيج. ده زي دليل التليفونات بس بتاع الشركات. كنت بتطلع بقى الشركات بتاعة الطباعة وشركات الدعاية سيكشن منها كده، وتبدأ تجيب الكونتاكت بتاعتها وتبدأ تتصل بيهم تتواصل معاهم، او برضو تبدأ تاخد السي في بتاعك وتعرف العناوين بتاعتهم ايه، توكل على الله وتبدأ تلف على رجلك. انا فاكر كنت انا واتنين اصدقاء جمعنا الداتا بتاعت الاستديوهات اللي في الدقي وبدأنا نلف نسيب السيفيهات بتاعتنا هناك. ودخلنا استوديو لقينا اسمر فاسمر كده، ولقينا البوستر بتاع لايون كينج شركة المرعبين المحدودة. بصينا لبعض كده وابتسمنا وقلنا اللهم صل على النبي، احنا كده هنشتغل في ديزني فرع الدقي. بنكلم بقى الشاب بتاع الفرونت ديسك، لقيناه الاستوديو بتاع الدوبلاج، استوديو الصوت اللي بيدبلج الافلام بتاعت ديزني. قلنا مش مشكله، خدوا السيفيهات بتاعتنا يمكن تحتاجوا اصوات جديده ولا حاجه. كنا راشقين في اي مصلحه ساعتها. الشاهد من كده، او انا بتكلم في الموضوع ده ليه؟ الموضوع ده انا بتكلم فيه لان احنا زمان فعلا عشان نلاقي شغل كان الموضوع بياخد مجهود بدني وذهني وده وقت جامد عشان تنزل تدور وتطبع حاجتك وتشوف الدنيا عامله ازاي. كنت بتطبع السي في وتطبع البورتفوليو وتركب بقى وتتوكل على الله، تشد الرحال انت وتوفيق ربنا وانت ورزقك يعني. لكن دلوقتي الموضوع بقى سهل جدا، بقى في لينكد ان، بقى في بيهانس، بقى في مواقع للعمل الحر. بقى الكلام ده بقاله فتره مش من دلوقتي بس انا بكلم من الجيل الجديد يعني. بقى في كل شركه من الشركات عامله تابع مخصوص للوظائف، ازاي هم طالبين ايه ومحتاجين ايه. ده يخليك تطور نفسك لو انت هدفك تروح شركة ما، تشوف الوظيفة والديسكريبشن بتاعها مطلوب ايه بالظبط، وتبدأ تشتغل على نفسك لحد ما ان شاء الله ربنا يكرمك وتلاقي حاجة جديدة. بس كده، كان معاكم باسم الحسيني بي ستوديو. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. وفكروني اكلمكم بقى على الاب الشرعي بتاع بيهانس، هو ديفيانت ارت. ممكن المرة الجاية او اللي بعديها ان شاء الله. سلام.